مهم جدا، وهو ازاي اقدر ان انا اعرض البروجكت بتاعي. كنت بعت لكم فيديو في الرسالة، طريقة من الطرق. يعني في طرق كتيرة جدا ان الواحد يقدر يعرض البروجكت بتاعه على منصة من المنصات، سواء لينكد ان، فيسبوك، او ابورك او غيرهم، او حتى لو في السي في بس كصور مثلا. فدي طريقة من الطرق، اللي هو فكرة إن الواحد يعرض البروجكت بتاعه في شكل فيديو بديزاين كويس، ياخد اللي بيتفرج على الفيديو في جولة كده خلال البروجكت. تمام. بس قبل ما نبدأ، في حاجة مهمة جدا عايز أذكرها، وهو مصطلح السيلف براندنج. يعني إيه السيلف براندنج؟ لو حد يعرف ممكن يشاركنا كده. أي حد عادي يفتح المايك، ممكن يعني يخمن حتى. مم. تمام. ايه تاني؟ تمام. ايه ان انا يعني اعرض للناس إيه اللي يميزني عن غيري. تمام، حلو. ايه تاني؟ المصطلح واسع ومهم جدا ان احنا نكون مدركينه كويس. الجيل القديم كده يفتحوا المايكات ويشاركونا. طيب، هو مش عارف ايه الصمت ده، بس هو السيلف براندنج هو مصطلح مهم جدا. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ازاي الواحد يقدر ان هو يسوق لنفسه وللخدمات اللي بيقدمها بشكل مميز فعلا. والموضوع ده مهم جدا جدا جدا. يعني كتير مننا بيشوف مثلا، يعني اكتر مثال مشهور، فكرة ان مشروع التخرج مثلا، ممكن ان حد ما يعملش اصلا مشروع، بس يعمل برزنتيشن جامد، فياخد درجة اعلى من اللي عمل مشروع جامد بس ما عرفش يعمل برزنتيشن كويس، على سبيل المثال. ففكرة إن الواحد يقدر يقدم شغله بطريقة بروفيشنال فعلا وقوية ومميزة، دي بتقوي وبتعلي بكتير قوي من مستوى الشغل بتاعك. تمام. فدي لازم تكون مدركها ومدرك أهميتها ومدرك إزاي تقدر تحققها في شغلك بشكل عام. إن أنت تقدم فعلا الشغل نفسه متميز فعلا، وتقدمه بطريقة مميزة. فما يكونش مجهودك في الشغل نفسه ضاع أو قل بسبب فكرة إن أنت عرضته بطريقة مش أنسب حاجة لمستوى الشغل، فتكون ضيعت على نفسك فرص كتير. فده مصطلح مهم جدا، ومتفرع منه السيشن بتاعت النهارده، وهي ازاي اقدر ان انا اعرض البروجكت بتاعتي. تمام. ف ان شاء الله خلال السيشن دي هنمشي بشكل عام، لما بنيجي نمشي في الخطوات ان احنا نعمل فيديو زي اللي كنت بعته لكم. فكره ان هو يبقى فيه فريم وجواه فيديو معين بيعرض ابلكيشن. تمام. فكده، فدي بنمشي فيها في كذا خطوة علشان نقدر نطلع فيديو بالشكل ده. ان هو الفيديو يبقى فيه فريم حوالين الفيديو نفسه اللي بيعرض الابليكيشن، وفي نفس الوقت يبقى فيه فريم للموبايل اللي هيتحط فيه الفيديو بتاع الابليكيشن. ده غير فيديو الابليكيشن نفسه وترتيب العناصر دي كلها مع بعضها. تمام. فبالظبط كده، دي الخطوات اللي احنا هنمشيها النهارده. أول حاجة هنبدأ بإن إحنا إزاي نختار خلفية مناسبة للبروجكت بتاعنا. والخلفية تقريبا أهم حاجة فعلا في البروجكت، وبتفرق جدا. تاني حاجة، إزاي إن إحنا نقدر نختار الموبايل فريم أو الموك اب، اللي هو الفريم بتاع الموبايل اللي هنا، اللي هنحط جواه الفيديو نفسه بقى، اللي هو الفريم العادي اللي هو الحدود السوداء دي.
بعد كده ان احنا بقى نبدأ نظبط الحاجات دي مع بعضها، ان احنا اخترنا الفريم بتاع الموبايل لوحده والخلفية لوحدها، نبدأ نحطهم فوق بعض، ونبدأ ان احنا لو هنكتب اسمنا مثلا وبيانات التواصل واللوجو بتاع فلاتر وهكذا، كل ده ازاي ان احنا نعمله بطريقة سهلة ان شاء الله. بعد كده فكرة يعني دي مش هنقف عندها كتير، بس فكرة ان انت مهم ان انت تعمل سكرين ريكورد للموبايل ابلكيشن بتاعك. بعد كده بتبدأ ان انت تكريت بقى الفيديو نفسه، ان انت تركب الفيديو اللي هو السكرين ريكورد ده في الفريم اللي انت عملته. تمام. طيب في خلال المرحلة دي كلها يعني احنا بيبقى في ادوات كتيرة للفيديو اديتنج، وفي ادوات كتيرة للصور ومواقع كتيرة للصور والفيديوهات وهكذا. احنا هنستخدم ايه فيهم؟ كل الادوات اللي هنستخدمها هي هتكون فري بشكل كامل. هنستخدم اول حاجة موقع فري بيك علشان نقدر نختار الخلفية بتاعتنا. بعد كده موقع في حاجة تقريبا تمام. بعد كده موقع كانفا عشان نقدر ان احنا نحط الخلفية والموبايل موك اب اللي جبناهم من فريبك، نحطهم فوق بعض ونبدأ نضيف المعلومات بتاعتنا كمان. بعد كده هنستخدم برنامج اسمه جيمب، هو بديل لفوتوشوب والستريتور ولكنه مجاني بشكل كامل، وبيساعدنا ان احنا نقدر نفرغ الموك اب نفسه. ان هو بيكون مثلا هنا الموبايل ده، الفريم بتاع الموبايل فيه خلفية بيضاء أو رصاصي، فاحنا بنفرغها إن هي تبقى شفافة باستخدام ابلكيشن جيمب. بعد كده بنستخدم برنامج كيدن لايف في الفيديو، بحيث إن هو نقدر نركب الفيديو بتاع السكرين ريكورد على الفريم. تمام. لحد هنا الأول سامعني كويس صح؟ في أي دوشة أو صوتي مش واضح؟ تمام جدا. طيب احنا في الفيديو ده، في السيشن دي هنبدأ نشتغل على مثال عملي، هو ابلكيشن أنا كنت عملته بالفعل، وكنت يعني أنا هعمل الفيديو بتاعه فهعمله معاكم بقى في السيشن دي. هنبدأ نمشي عليه الخطوات كاملة، وأنا أعمل له سكرين ريكورد بالفعل هوريه لكم، ونبدأ إن احنا نشتغل عليه معاكم خطوة خطوة. فخلونا نبدأ. في البداية زي ما اتفقنا إن إحنا أول حاجة، أو يعني خلونا نرجع بقى نجيب الخطوات من الأول. أول حاجة محتاجينها إن إحنا نبدأ نختار الخلفية بتاعتنا. تمام. مهم جدا إن إحنا نختار خلفية مناسبة للبروجكت بتاعنا فعلا. يعني ما بقاش أنا عامل أبلكيشن فود ديليفري، وده ده اليوز كيس اللي معانا دلوقتي، واجيب مثلا صورة معبرة عن سباقات العربيات مثلا، او صورة الوان كده داخلة في بعضها بس. فاهمني؟ لا، الصورة لازم تبقى معبرة و... وفعلا بتوصل لليوزر او للي هيشوف الفيديو ده ان هو الابلكيشن عن كذا على طول، من غير ما يقرا كلام انا كاتبه ولا يشوف الفيديو ولا اي حاجه. يعني الخلفيه مهم ان هي توصل له كل حاجه في البروجكت اصلا، او على الاقل التوبيك الاساسي اللي البروجكت بيدور حواليه. تمام. ف طيب احنا دلوقتي دخلنا على موقع فري بيك. احنا لما بندخل في الاول الموقع بيبقى بالشكل ده. طيب نعمل ايه؟ بكل بساطه خالص اكننا بنسرش عن اي حاجه بشكل عام، نقوم جايين كاتبين التوبيك اللي البروجكت بتاعنا بيدور حواليه. عندنا هنا مثلا فود ديليفري. تمام. بعد كده نبدأ نختار. يعني هو طبعا، او قبل الخطوة دي، هو طبعا بيتيح لي صور بأشكال وستايلات مختلفة ومتباينة جدا، في فيكتورز اللي هي بقدر إن أنا أعدل على ألوانها وكده، وفي صور ومتعدل عليها، فلو أنا عايز أعدل عليها تبقى إن أنا بعدل على صورة عادي وأقصقص وكده. وفي كمان يعني في فيديوز، بس أعتقد دي مش مجانية. ولكن بشكل عام أنا بحب يعني الصور على موقع فريبيك، الصور اللي بتكون متصورة تبقى الكواليتي بتاعتها عالية جدا، فعلشان أقدر إن أنا أجيب الصور اللي متصورة بس، واللي هي ممكن يبقى معمول عليها شوية إيديتنج بس بيبقى بجودة برضه عالية.
بقدر ان انا اضغط على فوتوز دي، فلما هضغط عليها هيفلترها لي لحاجات الفود ديليفري بس. تمام. ببدأ ان انا يعني ايه ادور فيها كده، افضل انزل اشوف حاجة تشد الناس وفعلا معبرة. يعني كل ده لحد دلوقتي ان هو شخص هو اللي بيوصل. فدي الصورة دي اقتراح كويس. ممكن ان احنا برضه ندخل على الصفحة اللي بعدها. يعني ده كده هو في نقطة ان انا فعليا من اول اللحظة دي انا مش محضر اي حاجة في السيشن، فهنمشي خطوة خطوة مع بعض. فدي كده الصورة دي ممكن ان هي تبقى عندي. وادتني فكرة تانية برضو ان انا ممكن اجيب صور اكل واركب عليها الموت اب، مش شرط ان انا يبقى فود ديليفري فعلا. فدي فكرة تانية هتسرش عليها بعد الصفحة دي. ولكن ده بالغلط. ولكن لحد دلوقتي كل يعني نوعية الحاجات اللي بتظهر لنا أنا مش مهتم بيها، اللي هي شخص بيوصل حاجة، لأن هي مش هتبقى بتجذب الانتباه أوي. فممكن إن أنا أعمل فود مثلا وأبدأ أدور. الحقيقة الحاجات دي كلها بتشد بس إحنا ممكن يعني إيه نحاول نختار حاجة منهم وبرضه ندور في بتوبكس تانية. ممكن إن إحنا ندور بمسمى فاست فود، لأن هو في الغالب ده اللي بيكون الدليفري. ممكن ده مثلا، ده اقتراح معانا. ممكن إن إحنا نبدأ ندور بمسمى أوردر فود مثلا، فيبقى معانا هنا كذا اقتراح حلو. يعني في أفكار كويسة بدأت تظهر معانا هنا. وممكن ندور برضه في البيج اللي بعدها. أو في الغالب الصور اللي هتكون قوية فعلا تبقى في أول صفحتين بس، فمش محتاجين إن احنا نوصل لأزيد من 3 صفحات ولا حاجة. فنعدي. هي عملية الاختيار زي ما انتم شايفين كده، هي يعني بالنظر أو بالذوق أكتر. فده برضه معانا. فمهم جدا ان احنا نشوف صور كتير ونشوف ناس عارضة البروجيكتس بتاعتها كتير. تمام. فنقدر ان احنا نختار بشكل افضل. فاهمين؟ فيعني زي مثلا في موقع اسمه بنترست، بيكون بينزل عليه ناس المشاريع بتاعتهم عليه. دي ممكن تدينا افكار برضه. تمام. ممكن ان احنا يعني في برضه كلمة هنا مهمة ان احنا ممكن نكتب موبايل موك اب. تمام. بحيث ان هو يبدأ يعني لاحظت ان كل الصور حاليا بقى فيها موبايل. تمام. ف يعني ده كده ممكن، بس حاسس ان في حاجة افضل كمان. ده ممكن برضو. ممكن. تمام. طيب خلونا نشوف كده الصور اللي احنا فتحناها لحد دلوقتي. ممكن نبص على الصفحة دي، آخر صفحة. ده حلوة دي برضو. ايه تاني؟ دي برضه حلوة، بس الصور اللي بيكون عليها التاج دي مش مجانية. فاللي هو هنعاني مع الكواليتي بتاعت الصورة لو عملنا مثلا سيف أو كده. يعني يفضل إننا نتجنبها من البداية. وممكن يعني أعتقد إحنا كده جمعنا كام حاجة حلوة ممكن نبدأ نبص عليهم أفضل. هي في يعني ممكن إن إحنا نبدأ نفلتر كده، بس نبص عليهم بصة سريعة الأول. تمام. هو إحنا اخترنا تقريبا 5 أو 6 صور. فأول حاجة بالنسبة للصورة دي، هي فيها بالفعل جهازين موبايل. فهتبقى يعني معاناة شوية وأنا بعمل إيديت عليها، إن هو هحتاج إما إن أنا أشيل صور يعني موبايل منهم وأعدل اتجاه موبايل تاني. فيفضل إن إحنا
نستبعدها من البداية. فعليا دي ممكن تبقى معانا، ودي برضو ممكن. ده الأبعاد بتاعته، اللي هو يعني هو بورتريه، إن هو الارتفاع بتاعه بالنسبة للعرض كبير قوي، فمش هيكون مساعد معانا. وده يعني من الأكل اللي في الخلفية، هو واضح إن هو أكل دايت. ف... فيعني إيه، لا أكل كتير. وده برضه شوية بس. في حاجة جت في بالي برضه، كان حاجة سرشت بيها قبل كده. ممكن فود ديليفري، موبايل موك اب. برضه كان جاب لي قبل كده اقتراحات كويسة. ممكن ممكن ده، بس متهيألي هنلاقي حاجة أحسن. ممكن ده بس مش هيبقى واضح قد كده. لو حد شده برضه صورة معينة ممكن يقول مفيش مشكلة. تمام، احنا غالبا ممكن نعتمد الصورة التانية. لو في الصفحة دي ما لقيناش حاجة. هو ده حلو، بس يعني هو فود بس، فود فاست فود أو كده. تمام. طيب خلونا عشان برضو ما نبقاش قعدنا مدة طويلة هنا. يعني هو أعتقد ممكن يعني دي تبقى كويسة. فاحنا ممكن نعمل لها داونلود. فاحنا كده لحد هنا. احنا كده اخترنا الباك جراوند بتاعنا. كاريت فولدر جديد. تمام. فدي كده الباك جراوند بتاعتنا. بعد كده نبدأ إن احنا بقى نسرش بس عن موبايل موك اب. تمام. فهنلاقي حاجات كتيرة جدا. مهم إن احنا بس نختار حاجة الخلفية بتاعتها تكون لون واحد، بحيث إن احنا نقدر نفرغ الخلفية بسهولة. وفي نفس الوقت اللون اللي جوه الموبايل نفسه يكون متفرغ برضه، أو يكون لون واحد بحيث نقدر نفرغه. تمام. ففعليا لو خدنا ده. تمام. ده كده حلو. موبايل موك اب. تمام. بس هو تقريبا هيرخم عليا بسبب الصيغة بتاعته. اه. تمام. احنا ممكن نعمل ايه، حركة سريعة شوية، ناخد السكرين للجزء ده. تمام. فاحنا كده جبنا الموبايل الموك اب بتاعنا. نسيبه بس في نفس الفولدر. تمام. ده كده موبايل موك اب. تمام. لو جينا للفولدر هنا هنلاقيه ظهر عندنا. تمام. فنرجع بقى للخطوات بتاعتنا. احنا كده اخترنا خلاص الباك جراوند، اخترنا الموبايل موك اب. كده احنا خلصنا الجزء المتعلق بالفري بيك. فالحمد لله، كده أول مرحلة. تمام. بعد كده بقى نبدأ إن احنا نكريت الفريم بتاعنا. فده بنيجي هنا، يعني موقع كانفا برضو من المواقع المميزة جدا. في لو عايز أعمل برزنتيشن، أو لو عايز أعمل ريزومي أو سي في، أو ديزاين مثلا سوشيال ميديا أو أي حاجة. موقع كانفا موقع مميز جدا فعلا، وحلو جدا. ممكن إن احنا نشتغل عليه بسهولة ولطيف جدا، وكل حاجة يعني فيه إيه، سلسة كده. فنبدأ هندخل عليه ونختار. هنلاقي أول لما بندخل على الصفحة دي، أو ممكن يطلب قبلها لوجن. ولكن الخطوات بتاعة اللوجن سهلة ومباشرة. بعد كده ندخل على الوايت بورد دي، نقول له create blank.
كريت لي وايت بورد جديدة. هنبدأ إن إحنا هو هنا كريت لي مساحة فاضية، نبدأ إن إحنا نقدر ننظم عليها العناصر بتاعتنا. فأول حاجة نبدأ إن إحنا نشد الصور بتاعتنا هنا، ولو بصيتوا حتى على الشمال هتلاقوا الصور بتاعت الفيديو اللي فات، يعني أنا كنت شاددها هنا برضو. يعني ده هنا بيجيب لي كل الصور بتاعت الديزاينات التانية. بس هنا في نقطة نسيناها، وهي إننا نفرغ محتاجين. إحنا كنا قلنا إن إحنا الأبيض اللي جوه الموبايل هنسيبه عادي، بس اللي حوالين الموبايل هنفرغه علشان نقدر إن إحنا يعني نحط الموبايل فوق الصورة دي ويكون واضح عادي. تمام. ف لحظة، لو جبنا أو تمام. هو هنا بس في مشكلة إن هو الظل اللي هنا ده هيعكسنا، فإحنا ممكن نقصه الظل اللي تحت ده. تمام. أتوقع إيه إن شاء الله ما يعملش مشكلة. آه، هنعمل سيف ده على الإديتور بتاعت الويندوز عادي. بعد كده المفروض إن إحنا منزلين برنامج جيم. فأول لما بنشغله بس يعني بنشغله عادي جدا. هو برنامج خفيف جدا فعلا، يعني البرامج الفري خفيفة وبسيطة كده، ومشابه بشكل كبير قوي للفوتوشوب، أو على الأقل في الأدوات اللي إحنا هنحتاج نستخدمها يعني. بس هو مجاني. فهنبدأ نشد الصورة بتاعتنا هنا، هنقوم جايين محددين الجزء ده ونضغط على ديليت. معلش في حاجة هنا نسيت أوضحها. بنحدد إزاي. بيبقى في التول دي اللي هي فازي سيلكت تول، ممكن إن إحنا نلاقيها التول دي، فنقوم جايين ضغط نتك تكة طويلة هتظهر لنا، وإحنا متكين عادي نجيب على فازي تول هيحددها لنا. تمام. فازي تول دي نخلي هو هنا بيقول لي البروبرتيز اللي انت عايز تحدد اللون على اساسه. يهمني بس بروبرتي اسمها ثريشولد، او ثريشولد ان هي تبقى في رينج 15 اعلى من 10 بشكل عام. واقوم جاي ضاغط فينش وعامل ديليت. هلاحظ ان هو الظل اللي عندي ده رخم عليا برضو ما اتلغاش، فاقوم جاي ضاغط عليه وديليت تاني، وافضل ايه احاول اشيل منه على قد ما اقدر علشان ما هيبقى ظاهر في الصورة، فهيعمل لي شكل مش لطيف. ممكن ان انا اضغط كنترول وسكرول، هيقوم جاي عامل زوم، يقوم جاي بس في الناحية دي كده زي الفل. ممكن ان انا من هنا اقوم جاي معرض ضغط هنا كده برضه. اعتقد كده زي الفل. هو هيبقى في خط ابيض كده حوالين الموك اب، بس مش مشكلة طالما هو على كل الموبايل فمفيش مشكلة. انما الظل كان هيبقى تحت بس، كان هيبقى شكله مش لطيف. تمام. انا كده زي الفل. اقوم جاي عامل من قائمة فايل اكسبورت از، وموبايل الموك اب بي ان جي عادي، واعمل اكسبورت واعمل لها ريبليس. هينزلها في نفس المكان بتاع الصورة القديمة، وهيمسح الصورة القديمة. فلاحظت هنا ان هو شال لي الخلفية. يعني لو جيت احطه هنا تاني على كانفا ما عادش فيه الحدود البيضة دي اللي كانت عندي في الأول. لحد هنا الصوت واضح والخطوات واضحة، ولا حد عنده أي أسئلة؟ حد عنده طيب أي أسئلة ولا؟ تمام. طيب لحد هنا احنا كده زي الفل. نبدأ بس ممكن إن احنا نقص يعني نضغط ضغطتين هنا. نضغط ضغطتين على الصورة بحيث إيه نقصها من فوق شوية عشان تبقى من تحت زي من فوق. بعدها نضغط ضغطتين بره، فإيه نقدر إن إحنا نسنترها كده في الصورة عادي. زائد من فوق هنا من edit photo. كانت فين؟
الشادو من edit photo هتلاقي قائمة adjust. ممكن ان انا، لا مش مهم. وخلاص، هو كنت هحاول ان انا اضيف شادو ورا الصورة، بس هي تقريبا علشان الصورة الصيغة بتاعتها اللي هو جي بيج، او اللي هو الجي بي جي مش بي ام جي تقريبا. هي بي ام جي. تمام. هو بشكل عام كنت هضيف ظل بس المفروض ان هو بيظهر لي هنا كده. يعني لو جيت استخدم الموك اب اللي فات كان برضو بيظهر لي، بحيث افهمكم قصدي، بس بحيث لو الصورة اللي انتوا اخترتوها كانت واضحة معاكم. هنا برضو تمام. يعني هنخلي الصورة على كده. كده احنا معانا الموبايل موك اب وعليه الصورة نفسها. اولا يعني ما اخليش الموبايل واخد الارتفاع كله. يعني ما اقولش مثلا انا عايز الفيديو يبقى واضح فاقوم جاي لازقه كده، لان ده ما بيكونش مريح للعين شويتين. محتاج ان انا اصغرها شويه ويبقى فيه زي بادنج كده حوالين الموك اب في الصوره كلها، وبرضه يعني اصغرها شويه عادي. وفي نقطة تانية بقى محتاجة أراعيها، وهي الكواليتي بتاعت الاتنين، بتاعت الصورة كلها. لو جيت إن أنا حددت الاتنين كده وقعدت ألعب فيهم كده، ظهر عندي تحت على اليمين الويدث والهايت. تمام. فعلشان أضمن إن أنا الفيديو بتاعي يبقى الكواليتي بتاعته عالية، محتاج إن أنا أكبر الويدث والهايت حبة حلوين. أخلي مثلا في رينج إن الويتس أقل حاجة 1200، أو يعني أقل حاجة إن الويتس نفسه 1200. ممكن إن نزود كمان، يعني الهايت يبقى في رينج 900 مثلا، معقول. تمام. بس أقل من كده هلاحظ إن هو الفيديو هيطلع عندي مبكسل. وفي حاجة إن هو في برنامج كيدن لايف هو بيعدل الكواليتي بتاعت الفيديو تبع الكواليتي بتاعت الصورة. فعشان كده مهم ان انا اظبط الكواليتي بتاعت الصورة من دلوقتي. تمام. بعد كده جيت هنا خلاص، انا كده معايا الموبايل فوق الصورة. باقي بس ان انا آه، ممكن مثلا ممكن ان انا ابدا احط الكلام بتاعي. بس قبلها يعني عايز اعمل حركة كده. ممكن ان انا لو عايز اغمق الصورة شوية بحيث التكست يظهر عندي، ممكن ان انا من elements هنا انزل مربع. المربع ده اخليه يعني فوق الصورة بالظبط، واخد ارتفاع الصورة كامل. واخلي الاوباسيتي بتاعته ب10%. تمام. فكده ايه، ابقى غمقت الصورة شوية. ممكن اخليها 25%، بقت اوضح كمان. بس 25% مش هتوضح الصورة قوي، فمش هتشد برضو الناس قوي. تمام. ف يعني 15% هنا اعتقد مظبوطة شوية. بعد كده هبدأ إن أنا أختار أكتب الكلام اللي عندي. هاجي هنا على كانفا على الشمال في التكست، أقوم جاي ضاغط add heading. أقوم جاي ضاغط على أقوم جاي هو نزل لي العنوان عندي، فبقوم جاي كاتب فيه اسم مثلا عمر نبيل المسيري مثلا. وتحته أقوم جاي كاتب الإيميل. مهم إن أنا أكتب برضو بيانات تواصل في الفيديو، بحيث ان هو ممكن حد يتواصل معاك بيه او يدور عليك بيه مثلا على لينكد ان. واقوم جاي مكبر التكست شوية عندي. ممكن اخليه 45، بس هصغر الايميل شوية. او لا، 45 كتيرة شوية. 54 كتيرة شوية. 45 ممكن. تمام. واصغر الايميل بتاعي 32. فيبقى كده مثلا. بس هقوم جاي عامل ايه، مخلي اللون بتاعهم ابيض واديهم شادو. نعملهم كلهم خليهم أبيض. ومن effects هنا أضغط على left. هيقوم جاي عمل زي يعني خلوني أزوم شوية بحيث توضح لكم. لو جينا على effects هنا وعملنا none، لاحظنا يعني ملاحظين إن هو الكلام أكنه جزء من الصورة. إنما لما عملنا left عمل شادو وراها كده.
يعني ممكن برضو ايه ازود الانتنسيتي بتاعه بحيث يبان، فحتى هنا بقى الكلام اوضح يعني. على عكس مثلا لو كده هتلاقوا ان هما داخلين في بعض شويه. واخلي الكلام عندي المحاذاه بتاعه الاسم والايميل للشمال. وفي نقطه بقى مهمه جدا جدا، والله بقولها لكم من واحد يعني كان عنده خبره في الجرافيك فعلا. مهم جدا فكرة إن العناصر تبقى متظبطة تبع خطوط معينة. يعني إيه؟ يعني هنا لما هنا أولا ملاحظين إن هو التكست نهايته عند نص الصفحة مثلا، ونزلناه لحد ما كانت نهايته عند نهاية الموك اب. الحاجات دي بتفرق فعلا، إن هو بتبقى شكلها منظم وشيك كده، على عكس مثلا لو هي نازلة شوية كده بتحس ان هو ايه. يعني دي مثلا عن دي لا تفرق برضه، ان هو الاتنين على خط واحد فواضحة ان هي مرتبة شوية. قد تكون لو واحد مش فارقة معاه قوي مش هتبقى واضحة، بس بتدي شكل افضل. فمهم ان احنا ناخد بالنا منها برضه، طالما احنا ملاحظينها ونقدر ان احنا نظبطها يعني. بعد كده يعني انا بضيف بشكل عام في الفيديوهات اللي بنزلها اللوجو بتاع فلاتر، بحيث ان هو اللي يشوف الفيديو اولا من الصورة يعرف التوبيك بتاع الفيديو، وفي نفس الوقت يعرف اسمه ايه اسمه ايه الفريم ورك اللي انا مستخدم فيها الفيديو. طيب فكنت بقول ان هو بحب ان انا برضو احط اللوجو بتاع فلاتر بشكل عام، بحيث ان هو اللي يشوف الفيديو يقدر برضو يستنتج ايه الفريم ورك اللي معمول بيها البروجكت ده. فيقدر ان هو لو مهتم بفلاتر فيشوف الفيديو بشكل كامل. لو هو مش مهتم يعني يعرف ان ده معمول بفلاتر علشان ما يعني ايه منعا لاي سوء تفاهم برضو. ما تلاقيش حد مثلا داخل يكلمك على اساس ان هو مفكره رياكت نيتف او ايونيك او ايا يكن. تمام. فلحد هنا احنا كده حطينا برضو الدايره دي. معلش عايز. تمام. فهجيب برضو من الابلودز بتاعتي، ممكن ان انا لو سرشت على جوجل عادي اكتب فلاتر لوجو. تمام. هيظهر لي اللوجو بتاع فلاتر بصيغة PNG كمان، والخلفية بتاعته متشالة، وهتلاقي جودات كتيرة كويسة. فأنا كنت بالفعل محمل صورة يعني، فهستخدمها على طول عندي. هي دي هستخدمها عندي، وهضغط عليها ضغطتين بحيث أقصها شوية، بحيث برضو إيه ما تضايقنيش في الديزاين. ما تضايقنيش وأنا بحطها جوه الدايرة، لأن أنا هحاول إن أنا أسنترها جوه الدايرة. تمام. واضغط بره. بعدين هقوم جاي يعني احسن حاجه في كانفا برضه موضوع ان هو بيقول لك على طول هي كده متسنتره او لا، فهو على طول بيساعدك كده. في نقطه اللي هو وانت بتضغط هنا، لو اللي هو وانت بتصغره ضغطت على الت بيصغره بس في اتجاه اللي هو المنتصف بتاع الصوره نفسها. تمام. ف تمام. ممكن نصغر الصورة، الدايرة نفسها شويتين. خلاص كويس. هنجيب اللوجو بتاع فلاتر ده ونفرغه خالص لأن هو مضايقني كده. تمام. ننزله برضو على، هنقوم جايين عاملينه على جيمب على طول. بس في نقطة، أو لا أعتقد جيمب هيظبط الدنيا. يعني ممكن إن أنا بدل ما أفتح جيمب وأقوم جاي شادد الصورة جواه، أقوم جاي أعمل أوبن ويز جيمب على طول، وهو البرنامج مفتوح أصلا عندي، فراح فتح لي الصورة على طول. وبنفس الأداة اللي هي الفازي سيلكت تول، قوم جاي ضاغط عامل جديد. بس هو هنا دي المشكلة اللي كنت متوقعها، بسبب إن هي الصورة جي بي جي. فممكن إن أنا أقوم جاي أعمل لها أوبن ويز بينت،
واعمل لها فايل سيف از، واختار الصيغة خليها PNG. تمام. فكده هيسيبها لي صيغة PNG. بقى عندي واحدة PNG وواحدة JPG. فهل JPG وافتح PNG على الجيم. تمام. فتحها عندي هنا. بسم الله. تمام. مسحها على طول. فأقوم جاي عامل export as. طبعا يعني انا مش متوقع ان انتوا تحفظوا الخطوات دي خالص خلال السيشن كلها. فانا كده كده مسجل السيشن وهرفعها لكم يعني ان شاء الله، بحيث تقدروا تمشوها من الاول خطوه خطوه. تمام. فهاجي هنا واقوم جاي شادد الايكون بقى بعد ما فرغتها، بحيث ان انا كده ايه اقدر اظبطها زي ما انا عاوز بالظبط. تمام. كده افضل. ممكن ان انا اصغرها حاجه بسيطه برضه. بس لحظة. عندي أنا عقدة شوية في الحتة دي معلش. تمام كده متهيألي. في نقطة كمان بقى أتأكد من حتة إيه، إن الأول برضه أنا هنا عملت إيه. ضغطت على الصورة دي وضغطت شيفت وضغطت على الدايرة، وبعدها كليك يمين أعمل لهم جروب، بحيث إن أنا لما أجي أحركهم في أي حتة عندي هما كده بقوا صورة واحدة. في حتة تانية هنا بقى، فكرة المحاذاة برضه. لما أشدها للشمال شوية ألاقي إن هو عمل خط كده أحمر، إن هو بقى على نفس خط الكلام. وهشدها لفوق شوية هيجيب لي خط إن هو بقى على نفس الخط بتاع الموك فكده كده متظبطة حبة حلوين، متظبطة بكتير عن لو اللي هو سايبها كده. تمام. وممكن إن أنا أكبرها حاجة بسيطة. ممكن أخليها الويدث والهايت 125 مثلا. تمام كده. فده كده الفريم بتاعي كده متظبط وحلو جدا. اقوم جاي اعمل له شير واعمل بس هنا محتاج ان انا احددهم الاول، فهضغط كنترول ايه. كده انا حددتهم كلهم، او بكل بساطة اقوم جاي شادد كده حددهم كلهم عادي، واقوم جاي عامل شير داونلود سيلكشن. تمام. اه بعد ما عملت لهم سيلكت، اقوم جاي ضغط كليك يمين عليهم واعمل داونلود سيلكشن. تمام. وجاب لي ان هو الكواليتي بتاعتهم هتبقى 1344 في 896، فدي كواليتي زي الفل. فاقوم جاي اعمل لها داونلود. استنى تعمل داونلود بس. وكده لو رجعنا للجايد بتاعنا، احنا كده ده الفريم. تمام. لو رجعنا للجايد بتاعنا، احنا خلصنا ثالث خطوة اللي هي الفريم بتاعنا من خلال موقع فيجما. وكده خلصنا جزئية فيجما. باقي بس حتة كده صغيرة، هي إن أنا أفرغ الموك اب بتاعي. وهنا أقوم جاي عامل اوبن ويز جيم. يعني أحسن حاجة في جيم والله إن هو خفيف جدا. يعني حرفيا الفوتوشوب لو هتفضل تفتح عليه صورة كده كل شوية، إلا طبعا لو أنت جهازك يعني كويس او اللي هو جيمنج او كده، هيوفر عليك كتير. بس برضه جيمنج على جهاز جيمنج هيبقى اسرع من فوتوشوب، لان هو الفيتشرز اللي عليه قليله. فانت لو مش ديزاينر بشكل كامل، فانت جيمنج بيديك كل الادوات اللي انت محتاجها. تمام. ففرغنا الموك اب عندنا وعملنا له اكسبورت. لو فتحناه هنا هنلاقي ان الجزء ده كده متفرغ، وهنا ده الجزء اللي هنحط فيه الفيديو بتاعنا. تمام. احنا كده ما عدناش محتاجين جيم نقفله علشان هنفتح برنامج تقيل شوية دلوقتي. آه، فنيجي بس لرابع خطوة قبلها. وهي بالنسبة للفيديو نفسه. هو الفيديو أنا كنت عامل له ريكورد بالفعل،
هو الابلكيشن يعني هو فود دليفري ابلكيشن. لحظة اهو. فده كده السكرين ريكورد اللي انا عامله، واخد اليوزر فيه جولة كاملة جوه الابلكيشن، من مرحلة تسجيل الدخول ومرحلة اختيار تصفح المطاعم نفسها وتصفح الوجبات نفسها، وان هو يبدأ يعمل اوردر جديد. هنا كان في الجزئية دي كانت الصور لسه ما حملتش، بس بعدها ظهرت وبدأت إن أنا عملت أوردر واتنين ولما عملت كونفيرم للأوردر كمان خدته في البروسيس بتاعتها. لحظة. بعد ما هعمل إتمام الطلب هرجع هنا هبدأ أوريه كمان الحاجات التانية اللي موجودة جوه الأبلكيشن، زي إن هو يشوف الأوردرات السابقة بالفعل. فكل دي فيتشرز موجودة جوه الأبلكيشن، مهم إن أنا أعرضها في الفيديو عندي. تمام. وممكن ان هو الفيتشر الاساسيه اعرضها اكتر من مره، زي ان انا هنا مثلا عملت اوردر ورجعت عملت اوردر تاني بس مختلف ومن مطعم مختلف، بحيث ان انا ايه ده الكور بتاع البروجكت اصلا. تمام. فده كده الفيديو. نبدا بقى نفتح يعني ده كده الريكورد، بس ده يعني تقدر ان انت لو حابب تعمله على موقع على اسمه ايه ايميوليتور عادي على الجهاز، تقدر تستخدم برنامج او بي اس، وده ده البرنامج اللي انا بسجل بيه اصلا دلوقتي، وهو برنامج ممتاز جدا في التسجيل. وممكن بقى لو على الموبايل فبيكون في السوفت وير بتاع الموبايل نفسه ان انت تعمل سكرين ريكورد على طول، فممكن تسرش وتقدر توصل ازاي تعمل سكرين ريكورد من موبايلك، او ممكن تلاقي برامج برضو بتنزلها تساعدك في ده. بس ده كده بالنسبة للخطوة دي بشكل عام. جت بقى اللحظة الحاسمة أو أهم خطوة فيهم، وهم إن إحنا نركب الفيديو ده على الفريم ده. ده بيتم من خلال برنامج كيدن لايف، زي ما قلت لكم في البداية. هو برنامج شبيه بأدوبي بريمير، ولكنه فري بشكل كامل، وبرضه أخف من أدوبي بريمير أكيد، لأن هو برضه الفيتشرز اللي فيه مش زي اللي في البريمير. فيعني هو طبيعي ان هو برامج ادوبي تكون قويه جدا، بس احنا مش محتاجين كل ده علشان نشتريه او ننزل برنامج متكرر او كده. تمام. حد حد تقريبا فتح المايك. تمام. طيب لحد دلوقتي الدنيا تمام وسامعيني تمام؟ تمام جدا. طيب البرنامج اول ما بتفتحه بيقابلك الواجهه دي على طول. لو اختلفت، يعني انت ممكن مثلا تدخل تلاقي نفسك كده مثلا، او كده او كده. تمام. فانت تقوم جاي على فوق على اليمين تضغط على editing دي، هيرجعك للشكل ده. تمام. وده الشكل اللي احنا محتاجين نتعامل معاه، مش محتاجين اكتر من كده. بس في نقطة لحظة. تمام. اللي هو انا قفلته بس وفتحته لان هو كان اللي هو ما كانش ظاهر لي الحتة اللي تحت دي. ودي مهمة جدا، ان هو ايه ان انا اعدي الدقايق بتاعت الفيديو. فلو لقيت الشريط ده مش ظاهر معاك، اعمل له اللي هو مينيمايز وماكسمايز بعدها تاني وهيشتغل يعني شوية. تمام. فبعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب الفريم بتاعنا والفيديو ونشدهم كده هنا في الحتة دي. هنا بيقول لي تمام continue continue اديله نكست على طول. تمام. هنا ننزل الفريم والفيديو هنا. بكل بساطة هنشد الفريم هنا، أو الأول يعني إحنا هنلاحظ هنا 4 خطوط كده موجودين تحت هنا، اللي هم 2 عليهم اللوجو بتاع أو الأيكون بتاعت الفيديو، و2 عليهم الأيكون بتاعت الصوت. فإحنا هنشد الفريم في أول واحدة بتاعت الفيديو، وهنشد الفيديو في تاني واحدة بتاعت الفريم. هو هنا جاب لي إن الفيديو له لاير صوت كمان. تمام. فأنا مش محتاج لاير الصوت دي أصلا، فإحنا ممكن إن إحنا نمسحها، أو
قفلتها خالص، بحيث ان هو لو انا كنت ناسي الصوت شغال وانا بريكورد او كده، فلا انا مش عاوز الصوت معايا فيه فعلا. تمام. ممكن ان انا برضه ايه، delete track، احاول. تمام، لغاية كده، فكده زي الفل. بس هنا علشان بقى اخلي، يعني انا لو جيت كده مشيت في الثواني، هلاقي ان الفريم ظاهر عندي. شايفين الاول، شايفين الحتة اللي على اليمين فوق دي اللي هي اللي فيها الفريم، اللي انا بلف حواليها بالماوس. تمام. ده هنا بيظهر لي الفيديو النهائي. يعني انا لما اشغله كده، لو انا عملت اكسبورت او ريندر على الشكل ده، هو هيشغل اول 5 ثواني الفريم كده، بعدها هيكمل في الفيديو عادي جدا. طب انا عايز اخلي الفريم ظاهر طول المدة بتاعته، اقوم جاي واقف على الفريم ده وجاي على اخره هنا، بكل بساطة اقوم جاي شاددها كده. تمام. بعدها اقوم جاي اعمل سكرول واشدها لحد اخر الفيديو ده. فبقى ان انا لو مشيت في اي حتة هنا، آه، هلاقي الفريم ظاهر عندي على طول. حتى في الاخر لقيت الفريم ظاهر عندي على طول. تمام. فهنا تمام كده الفريم ظاهر، بس لسه في مشكلة، وهي ان الفيديو مش ورا الموبايل اللي هنا، مش ورا الجزء بتاع اللي انا فرغت الخلفية بتاعته بحيث ان انا احط فيها الفيديو. تمام. طيب ده بيتعمل ازاي؟ بنيجي هنا على القائمة بتاعت effects، ونقوم جايين مسترشين هنا transform. تمام. transform. لقيت ظهر لي حاجة اسمها transform تحت عنوان transform distort and perspective. فأقوم جاي شادد transform دي واحطها على الفيديو بتاعتي. يعني انا كل ده ضاغط كليك شمال عادي واحطها على الفيديو بتاعي. تمام. فلاحظت ان هو كتب هنا، يعني وانا مش واقف عليه، كتب لي هنا ترانسفورم تحت الاسم بتاع الفيديو. لما هضغط عليه ظهر لي حاجة هنا ما كانتش بتظهر قبل كده، وهي بيانات الفيديو نفسه، من حيث الويتس والهايت والاكس والواي، الستارت بتاعته. فيعني بحيث افهمكم اكتر، لو انا شديت دي كده اللي هو قعدت اتاخد، لاحظتوا الفيديو بدأ يظهر صح؟ واضح؟ خدتوا بالكم الفيديو؟ يعني انا دلوقتي بزود قيمة الاكس، ممكن ان انا اضغط هنا وافضل اضغط بالسهم لفوق، فانا كده بزود قيمة اكس او بقللها. واخدين بالكم ان هو الفيديو بيتعدل صح؟ فوق على اليمين. تمام. سامعيني؟ تمام. فهبدأ بقى ان انا بعدل على الهايت بتاع الهايت والويتس بتاع الفيديو، بحيث ان انا اخليه مظبوط على الموك اب ده. تمام. طيب انا ممكن في حاجه مختصره ممكن اعملها، ان انا اجي على كانفا واشوف الهايت بتاع الموك اب كام، واخلي الفيديو الهايت بتاعه بالهايت بتاع الموك اب ده. تمام. يعني انا لو عايز اشوف الهايت بتاع ده كام، مثلا في رينج ربع الهايت 682، فهاجي هقوم هنا. بس الاول قبل ما نعدل على الهايت بتاعه، اضغط على الايكون دي بحيث ان هو يخلي الويدث متناسب مع الهايت، ما ما يقومش جاي شده لفوق او لتحت او ضغطه او كده فيبوظ لي شكل الفيديو. تمام. احنا قلنا 682 تقريبا، واقوم جاي هنا كده، آه، الواي هنزله واخلي الهايت بتاعه مظبوط على الهايت بتاع الموبايل. وقام جايب الاكس شوية كده بحيث ان انا اظبطه عليه. اعتقد هو هيظبط عليه على طول. لا، هنا قابلت المشكلة ان الموك اب بتاعي الابعاد بتاعته مش متظبطة على الفيديو. يعني الويتس بتاعي مختلف شوية عن، او اللي هو الفيديو اللي انا سجلته اعرض من الموك اب شوية. فهنا ممكن ان انا يعني لاحظت ان في مشكلة عندي، ان هو اصلا العرض بتاع الموبايل يعني
اكبر من العرض بتاع العرض بتاع الموك اب اصغر من العرض بتاع الفيديو نفسه. فهو انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ان انا يعني اما هو احسن حل ان انا اصلا اختار موك اب الابعاد بتاعته متناسبة مع الفيديو بتاعي. بس احنا ممكن دلوقتي يعني علشان الوقت ممكن ان احنا نقوم جايين آه، اللي هو ايه معرضين الموك اب نفسه شوية عادي. فاهمني؟ فاهمني ان هو ان احنا نخلي هو مش راضي اصلا يتحكم في الثانية. ت- تمام، هو مش راضي مش راضي يعدل على الابعاد بتاعته. بس يعني اما ان انا اغير في الصورة بتاعة الموك اب نفسها، او ان انا اختار موك اب تاني من البداية اعرض اصلا. تمام. لو جيت انا كان عندي موك اب تاني ممكن اشوفه لو هو اعرض منه، ممكن ان انا استخدمه بداله. تمام. بحيث الفيديو برضو يظبط شوية. اعتقد الاتنين واحد تقريبا. اه لا، مش فارقة قد كده. ف لحظة، طب ثانية كده ممكن ان انا اشوف موك اب تاني، او يعني بشكل عام برضو انا هبص بصة سريعة، بس لو ما لقيتش هقوم جاي اقول لكم الحل التاني برضو، واللي هو مش الطف حاجة صراحة. ممكن اعتقد ده العرض بتاعه اكبر. نشوف كده بقى. مجرب اتنين واقوم جاي فاتحه في جنب على طول، منزلهولي في ملف مضغوط. تمام. فهقوم جاي فاتح الصورة نفسها في جنب، عايز اتأكد بس ان هو هنا جايبها لي جي بي جي. بس هو مديني اصلا الفايل بتاع جيمب على طول، فممكن افتحه واقوم جاي اعمل اكسبورت بي ان جي. تمام. هو تقريبا في مشكلة في السياق. طيب ممكن ان انا اقوم جاي فاتح ده في البينت، واقوم جاي عامل له سيف از بي ان جي. تمام. بحيث ان انا يظهر لي هنا، اقدر ان انا اعدل عليه في جيمب. هو ظهر لي هنا اهو. اقوم جاي عامل open with جيمب، فتحه هنا. اقوم جاي شايل دي. تمام. واعمل في برضو الاكسبورت ليها اختصار كنترول شيفت اي على طول. اقوم جاي عامل له replace، واجرب بقى ايه احطه عندي على الكانفا. في هنا تقريبا. تمام. لسه محتاج نضغط اكسبورت. تمام. اقوم جاي شده هنا على كانفا، واشوف كده لو ده اعرض من اللي انا حاطه دلوقتي. اعتقد برضو هو ولا لا اطول كمان. طيب خلونا على اللي احنا مختارينه بالفعل. في اوبشن تاني بقى، واللي انا مش بفضله ان احنا نتحكم في الابعاد بقى بتاعه الفيديو نفسه. فهو قد يبان مضغوط شوية، عشان كده ده مش احسن اوبشن. بس هو انسب حاجة ان انا من البداية اختار موك اب كويس. بس عشان برضو ما عطلكوش معايا كتير ان احنا نفضل ندور على موك اب كويس. بس يعني احنا لو معانا الابعاد بتاعه التليفون اللي احنا عملنا عليه سكرين ريكورد بالظبط، ودورنا هنا على فريبك بالابعاد دي، او على جوجل او على جوجل حتى ان هو موبايل موك اب كذا بيكسل في كذا بيكسل، هنلاقي عادي حاجات كتيرة نقدر نستخدمها. تمام. بس هنا نقدر ان احنا نقف على الويتس دي، ونبدأ ان احنا نصغره شوية. ف... فهنلاحظ ان هو عندنا فوق بدأ الويتس نفسه بيصغر، بس الهايت زي ما هو. فهنا لحد هنا كده اعتقد هو مظبوط. بس الفكرة ان هو الهايت نفسه آه وقع معانا. فاحنا نجرب كده نعمل رن.
ثانية. هو مش هيظبط خالص، يعني هو محتاج الموك اب حتى يبقى، أو ثانية كده. لو ظبط هيبقى شكله فعلا مشوه شوية. خلونا نقف عليه كده. نقف على ده. تمام. هو بيزود في الهايت بس ما بيعدلش على الفيديو نفسه اصلا. او لا بيعدل. او لا، تقريبا ما بيعدلش على الفيديو الاصلي، يعني بيعدل على الفريم المحيط بيه بس. طب لحظة. اه، ما بيعدلش على بيعدلش على الفيديو نفسه. لحظة، هو من هنا عدل اهو. فاحنا لو عملنا كده، قللنا الهايت شويتين وعدلناها من فوق احسن. نخلي ده مثلا 650 وهنظبطها من فوق. تمام. اعتقد مش هيظبط من غير ما نجيب موك اب مناسب. هو حتى لو يعني احنا هنحاول نظبطه كده ايه، يدوي، بس هو يعني غالبا الفيديو ده هحتاج ان انا اظبطه اكتر من الاول يعني. هو انا ما ينفعش اقلل الهايت بتاع الموك اب بس، الهايت بس مش حجمه كله. ما هو الفكرة ان هو الموك اب صورة واحدة. الموك اب يعني هو الفيديو كامل، الموك اب والفريم ورك صورة واحدة. يعني انت ما انا ممكن، فاهم. اه انت قصدك ممكن نعملها من كانفا. من هنا اصلا. اه. ما انا جربت، بس كانفا يعني نضيف قوي، بيحتفظ بالابعاد بالاجبار، فاهمني. ابعاد الويتس معاه. اه، اللي هو مم. لا اللي هو الهايت بالنسبة للويتس، فاهمني. ممكن ان انا ما انا فاهم اه. اخدها على جنب واتحكم في الابعاد بتاعة الصورة نفسها. بس برضه هتبقى لفة شوية يعني. ما هو وال... طالما مش عايزين، عشان الفيديو ما يبقاش مشوه او يبقى فيه حاجه مبكسله، ممكن نتحكم في الموك اب احسن. طيب هقول من لك على جنب لحظة. بقى، او من على كامفا. طيب هقول لك لحظة، احنا ممكن نعمل ايه. احنا كده الفيديو بتاعنا متظبط هنا. نقوم جايين عاملين ايه، جايبين ناخد ابعاده ونظبطها يعني. الموك اب ده. اه، انت قصدك هنا اصلا. طب استنى كده اشوف لو ده ممكن بيديني اشوف ابعاد الفيديو هايت ويتس على كيدن لايف، واجيبها واتحكم في الموك اب بقى، سواء على كانفا او على جنب. هو الفكرة الابعاد اللي هي تحت دي. الفكرة ان هو مديك الويتس. يعني بص، مديك الويتس. استنى، ممكن ان احنا نفك الربط اللي ما بينهم ده. مديك الويتس مقارنة يعني اللي هو الويتس بتاع الشاشة كلها، فاهمني. بتاع الصورة كاملة، مش بتاع صفحة. حجم الفيديو. اه، بالظبط. مم. استنى. ممكن نظبطها برضو بموك اب، يعني الموك اب هو الحل الوحيد انك تعرف تظبطها دلوقتي. الفيديو طالما كده كده ما بتعدلش، فالموك اب هو الحل. طيب هي هقول. ظبطت ولا؟ لا يعني هي، بص، لما بنشغلها كده، في حتة مقصوصة في الأطراف كده. فاحنا مم. فعلا ممكن نجيب الصورة بتاعة الموك اب نفسها من هنا، من ال... من اللي هو الفولدر الأساسي بتاعها أصلا.
تمام. و... وان احنا على جنب بس. طب استنى كده. ممكن ايه اللي استنى هقول لك حركة احسن. احنا نعمله على جوجل درايف عادي، اللي هو الجوجل دوكيمنت، ونقوم جايين واخدين سكرين وخلاص، ونفرغ الدنيا حواليه. يعني ده حاجة هتبقى مدياك المرونة كاملة يعني. لا. تمام، ممكن بالشكل ده. مم. اعتقد كده يعني لو جبنا الفيديو لوحده كده نوعا ما قريبة، بس ممكن قلل شوية. اقلل ولا ازود. مش عارف، بس مش شايفها تقلل. نجرب عادي. خليها على كده وهنظبطها على كده وخلاص، علشان برضو ايه ما نقعدش فيها كتير. تمام. كده خدناها سكرين عندي. هي في نقطة برضو يعني أنا عايز أقولها، إن هو الدنيا مش دايما بتمشي اللي هو واحد اتنين تلاتة عادي. يعني فكرة إن إحنا دلوقتي مثلا قابلنا مشكلة فبنحلها، دي مش حاجة طبيعية، دي حاجة أساسية أصلا. يعني هو مش الطبيعي إن أنت ما يقابلكش مشاكل، فاهمين قصدي؟ بس المهم إن أنت تتعلم إزاي تتعامل معاها. تمام، فاحنا ممكن ناخد ده عندنا بكنترول شيفت اي على طول، ونقوم جايين حاطينه مكان التاني. هو هيبان بقى هو كده مناسب ولا لا لما نحطه على كانفا مع التاني. تمام، طبعا اعرض بكتير. تمام، فهنقوم جايين عاملين كنترول ايه تاني، ونعمل داونلود سيلكشن. نعمل فريم 2. open with GIMP. تمام، هنفرغه. نقوم جايين عاملين export replace، بعدها export تاني. وكده معانا الفريم بتاعنا. نقوم جايين مبدلين ده بده بس. لحظة، هو هنا. تمام، هنقوم جايين لاغيين الفريم الأول، ونجيب ده مكانه، ونشده. أهم حاجة نشده في البداية علشان ما يبقاش عندنا أول كام ثانية كده من غير فريم. البتاع اللي تحت اختفى التاني. تمام. فهن بس بعد كده بقى يعني إن شاء الله تظبط في ده، إن هو هنقف هنا كنسل. نضغط على ده عشان نتأكد ان احنا محافظين على الأبعاد بتاعتنا، ونصغر الهايت. تقريبا كان برضو 682 عادي زي التاني، بس كان الويتس بتاعه بقى هو اللي اختلف. اعتقد ممكن نصغر كمان. تمام، لو فتحنا هنا محتاج الهايت بتاعه يزيد شوية، بس من غير ما نزود الويتس.
تمام. هو كده ظبط عن الأول شوية، بس هو برضو لسه عند نفس النقطة بتاعت إن هو مش متظبط بشكل كامل. يعني احنا هنا محتاجين نظبط أكتر في الموك اب. و يعني أعتقد، لأ ثانية كده، لو جبناه من الأول، لأ هيحتاج ان احنا نظبطه أكتر. بس بشكل عام الفكرة بتاعت ان انت تعمل ترانسفورم وتتحكم في الهايت والويدث وتغير براحتك في الموك اب وتغير في الفريم، ترجع تفرغه تاني وهكذا. الفكرة دي وصلت لكم بشكل واضح ولا في حاجة مش واضحة؟ هو في هنا حتة نسيت اقولها في الاخر بس، وهي ان انا بعد ما عملت الفيديو بتاعي، هو انا هنا بمنتج السيشن نفسها علشان بقى اطلعه كفايل فيديو فعلا MP4، بحيث لو هشيره على لينكد ان او يوتيوب او ايا يكن، بضغط على بروجكت، بعدها ريندر، واختار الكواليتي اللي هي MP4 H264، واعمل ريندر تو فايل. هيبدأ ان هو يحول السيشن بتاعتي ل MP4، يحول الفيديو بتاعي ل MP4، اقدر ان انا اشيره. بس كده. ده جزئية كنت نسيت اقولها بس. التوفيق جميعا. هو دي كده كل النقط اللي كنت حابب اتكلم فيها، بحيث لو اقدر